وفاز الهلال فيها بهدفين مقابل لا شيء. عماد، لما تشوف فريق شكله داخل أرض الملعب كويس دفاعيا وهجوميا وتسأل الناس مين أفضل لاعب في المباراة وما يحصلون أحد، روح قول للمدرب. إذا المباراة نجمها إنزاغي، نعرف ليش. اقتراب روبن نيفيز من مدافعي الهلال لتنفيذ أفكار إنزاغي. واحد، تفعيل الدور الهجومي للظهيرين كانسيلو ومتعب. استغلال الهلال لضعف المنطقة اليمنى في الرياض. صدمت الرياض من أسلوب لعب إنزاغي بمنع الدفاع المتقدم. نيفيز وأدواره. نيفيز مدافع ثالث، شاهدناه كمدافع ثالث في نادي الهلال مع حسان وكوليبالي، رسميا شفناها شكل داخل أرض الملعب. نيفيز يصير مدافع ثالث لما يستحوذ الرياض تصير خمسة بوجود كانسيلو ومتعب. إذا حتى والرياض يبغى يسوي فكرة هجومية، نيفيز قاعد يشتغل معاك دفاعيا. نيفيز أبغاه في البناء من الخلف، فهو اللي يقرب من بونو وهو اللي يقرب من المدافعين حتى تبدأ الفكرة الهجومية. يصير ضغط عالي من الرياض في دقائق بسيطة، تجد سفتش ناصر يقربون منه عشان يساعدونه في تطوير الفكرة فقط لا غير. هنا نشوف هذا شغل مدرب داخل أرض الملعب. تفعيل الدور الهجومي عند الظهيرين كانسيلو ومتعب، حتى في الجولين اللي جات تجد أنه متعب الحربي نجح في تسجيل الهدف مثل ما تشاهد. هذا متعب الحربي. هنا تدور نفز وينه قاعد يحمي منطقة متعبة 100%. لما تروح الجول الثاني أيضا تجد كانسيلو مشارك ومساهم في الهدف مع مالكم وسالم الدوسري. لما تشوف الظهيرين دائما كل 4 دقائق 5 دقائق رايحين يسوون فكرة هجومية، في ناس قاعد تشتغل ورا وقاعد تغطي الفراغ اللي أصلا تاركينه. هنا هذا دور نفز لما يكون هذا الجول الثاني. شوف كانسيلو واصل، هذا الظهير قاعد يلعب براحته، حركته براحته، وجول. وين نفز؟ دوره في الشاشة ورا هناك قاعد يغطي، ممكن يصير أي مرتدة وأي تحول. أيضا شغل إنزاغي. استغلال الهلال لضعف المنطقة اليمنى في نادي الرياض. أسامة البواردي كان ظهير، كان جناحه تيدي أوكو مش طبيعي. سالم الدوسري تقابله لاعب على لاعب، احنا نقول ما شاء الله سالم لاعب على لاعبين خطير، فما بالك سالم ومتعب الحربي على لاعب، فنجحوا بشكل كبير في هالمنطقة. حتى الجول الثاني سالم يكسر ويدخل عمق الملعب والجناح يتفرج والظهير يتفرج وسالم يصنع الهدف. هذا كان خطأ كبير من مدرب نادي الرياض، لازم يضبط جناحه ويعرف مين سالم الدوسري، وخصوصا بوجود متعب الحربي. صدمة الرياض من أسلوب لعب إنزاغي بمنع الدفاع المتقدم. هذه النقطة اللي كان الرياض يتذكر، العب الكرة طويل خلف المدافعين. كان إنزاغي يصر على انه ما يطبقها ابدا. وجود نفس ساتر مع كوليبالي وحسان نمنع الدفاع المتقدم. ما في فراغ شاهدناه يستغلوا نادي الرياض ليسجل الاهداف. لعبوا كوره واثنين وثلاثه، شافوا الناس واقفه صح، ما في دفاع متقدم، ما في مغامره ابدا. وسرها نفز وسفت وناصر ووقفتهم اعطت لنادي الهلال ساتر في وسط الملعب قبل اصلا لا يصلون لخط الدفاع. شكل جيد جدا لنادي الهلال في هذه المباراه، ولكن طالما لم اجد نجم داخل ارض الملعب شاهدته يكون هو الافضل، النجوميه تروح للمدرب إنزاغي.